ولادي صاحيين من النوم عايزين يروحوا عند عمو حسن. اقول لهم عمو حسن مين يا ولاد؟ يقولوا لي جدو حسن يا ماما. طب جدو حسن مين؟ اتاريهم بقى يقصدوا مين؟ سيدي حسن. عندنا النهارده مولد في البلد والدنيا كلها هايصه يا جماعه، تعالوا معايا في الفيديو ده ان شاء الله نشوف بقى تفاصيل الفيديو بخطوه خطوه، ومن ساعه ما خرجنا في وقت العصريه كده لحد الساعه 12 بالليل. يعني حرفيا اتبسطنا جدا النهارده، وعينا كده على الدنيا على مولد سيدي حسن ده. كنا أطفال صغيرين كده بنروح المولد بقى ونركب المراجيح ونتفسح احنا وأصحابنا، ونروح ناكل الحمص ونجيب الحلويات وحاجات كتيرة جدا هناك. الحقيقة بقى لنا حوالي 15 سنة المولد ده ما حصلش في البلد خالص. فسبحان الله كده السنة دي قرروا ان هم يعملوه واخدوا الموافقة يعني من كبار البلد وكده. فبيني وبينكم اللي هو اتبسطت جدا ان حاجة زي كده ممكن تحصل في البلد بعد الزمن ده، وخصوصا بقى ان الاطفال طبعا بيحبوا الحاجات دي. احنا كنا في يوم يعني كنا في يوم من الايام اطفال، دلوقتي بقى كبرنا فمدركين ان الاطفال لما بيشوفوا حاجة زي كده بيبقوا مبسوطين جدا ازاي. للأمانة أول ما بدأوا يعلنوا عن الموضوع يعني فهمت أولادي كده المفروض بيحصل هناك ايه، بنجيب مراجيح وألعاب مش عارف ايه. الكلام ده حوالي من أسبوع. الليلة دي طبعا حصلت امبارح. حرفيا طول الأسبوع ده كل يوم يقولولي امتى امتى الميعاد، امتى هنروح عند عمو حسن، امتى هنروح عند عمو حسن. يا جماعة اسمه سيدي حسن. بس هما مرقيينه شوية. بجد كان يوم حرفيا كان ممتع جدا، انا اتبسطت جدا جدا بجد لما شفت الفرحة على اولادي. فكروني بايام زمان، ايام ما كان بالنسبه لنا اليوم ده كانه عيد، كنا بننام طول الليل بنحلم بيه. هما بقى بالليل فضلوا بقى محضرين هيروحوا ان شاء الله يعملوا ايه ويجيبوا ايه وياكلوا ايه ويتمرجحوا ازاي. طبعا استحموا من بالليل وناموا طبعا بدري، يلا عشان ننام بدري، ناموا يلا عشان نكتب الواجب. كتبوا الواجب وبقوا مبسوطين جدا حقيقي والله. كنا كلنا بنعمل كده زمان، اللي هو كان بالنسبه لنا بقى عيد عيد، حاجه كده ما حصلتش. الزفه دي اللي احنا شايفينها طبعا العربيه ماشيه دلوقتي، اليوم طبعا بيبتدي من العصر، بيبتدوا يعني يلبسوا تقريبا بقى والله اعلم اللي هو اصغر طفل في العيله، يعني اللي هو في الاسره اللي المفروض اتورثت الموضوع ده عن الاسر اللي قبل كده. دلوقتي احنا عندنا طبعا اسره طنط حايزه. انا جيت هنا في يعني احنا وعينا على الدنيا لقينا ان طنط حايزه دي هي وجوزها هم اللي بقوا يعني عندهم الورث ده. ورث ايه؟ ان هم يعملوا العاده دي كل سنه عن جدوده، عن الجدود بقى، وعن المقام اللي موجود عندنا في البلد. زي ما كده شايفين بيبتدوا بقى يلبسوا ابنهم يعني العمة بقى وجلابية بيضة ويركبوه كده على حصان، وبعد كده بتبتدي بقى الزفة دي تمشي كده في البلد كلها شارع شارع وحتة حتة. قبل كده كان يعني انا مامتي قالت لي ان بيبقى فيه مغني مثلا بيمشي قدامه، بس على ما اتذكر برضو ان هو كان بيبقى فيه راديو كده صغير بيبقوا مشغلينه بقى للشيخ شرف بقى والمشايخ اللي هي بتقعد تمدح في النبي، وبيقعدوا بقى يعملوا الليلة دي بالليل يعني. المرة دي بقى طبعا كانوا جايبين حرفيا، كان الموضوع جديد جدا. جابوا عربية نص نقل كبيرة وحطوا فيها ايه دي جي كبير كده، وفيها طبعا رجالة كبيرة من البلد. فضلوا بقى راكبين طبعا بقى بيبقوا جايبين كده اكياس كراميلا مثلا، ساعات فلوس او اي حاجة، بيقعدوا بقى يحدفوها كده على الاطفال عشان اللي بيبقى المولد ده بيبقى ماشي اصلا في الشارع، الزفة دي بتبقى ماشية وراها بقى هيلمانات كده اطفال وناس كبيرة يعني ما شاء الله بتبقى فرحة من البداية دي. بعد كده بقى ايه بنبتدي بقى نروح عشان نركب بقى المراجيح نمرجحهم، نروح بقى نعمل يعني نشوف بقى الاجواء اللي انتوا شايفينها كده دي معايا. يعني رحنا بدايتها بقى ايه، رحت اشتريت لهم بقى اكسسوارات وحاجات من اللي احنا شفناها في اول الفيديو. وبعد كده بنبتدي ايه، صحيح نسيت اقول لكم ان الميزه في الموضوع كمان ان يعني بيت الاسره دي اللي هم اصلا اصحاب المقام موجودين عندنا هنا جنبنا في الشارع جنب بيتنا على طول. ففي بدايه الفيديو خالص كانت دي اول لقطه، اللي هو انا خرجت في الشارع كان لسه كده، كان لسه العصر يا دوبك مأذن في الوقت ده. لقيت ان العربيه بالدي جي بدأت توصل خلاص، وان الحصان جه عشان يركبوا عليه الطفل اللي بيمشي بقى في البلد يعني وكده. طبعا انا رحت المقام بعد شويه كده هصوره لكم طبعا من جوه. انا رحت المقام وسالت طنط حايزه يعني اللي هي بقى اللي متوليه امره، او هي برضو يعني زي ما قلنا ان هي يبقى زوجها هو من اللي تورثوا الموضوع ده، ان هم بيعملوا الليله دي كل سنه يعني. انا سالتها وقلت لها طب هي ايه قصه المقام؟ انا على ما اتذكر زمان ان هما كانوا بيقولوا لنا واحنا اطفال ان هو كان شيخ يعني بتاع ربنا جدا وتقي جدا وكويس وقال ايه اللي هو مش عارفه ايده اتقطعت مره في حرب او حاجه زي كده. فقال ايه برضو ان ايده دي ايه راحت طايره راحت طايره لحد ما وقعت في المكان اللي هو عندنا هنا في البلد اللي اتعمل عليه المقام، ويعتبر ان هو اندفن فيه. هي دي القصة اللي احنا نسمعها من واحنا صغيرين.
بس لما رحت من المقام بقى امبارح، فسألت طنط حايزة، قلت لها عرفيني بقى هو ايه القصة بتاعة العيلة بتاعتكم، او ايه الموضوع ده، او ايه علاقة، يعني ايه علاقة حضرتك اصلا بالموضوع. فطبعا اتكلمت معايا وقالت لي والله يا بنتي احنا برضو عينا على الدنيا، انا اتجوزت جوزي لقيت ان الموضوع ده عادة عندهم، وان هم جدودهم جدود الاجداد، كل اسرة كده بتتورث الموضوع ان هم يعملوا الليلة دي، واحنا ما احناش عارفين اي حاجة غير اني يعني صاحب المقام ده ان هو كان من الناس الرحالة، بيبقى خارج من بلد للتانية، وبيفضل يعني لف بلاد كتيرة جدا، واخيرا اللي هو لما جه البلد عندنا هو مات فيها، في المكان اللي مات فيه. برضه انا ما قدرتش افهم الموضوع ده قوي، بس هي اللي وضحتهولي ان المكان اللي مات فيه ان هو جه في المنام لحد برضه من البلد بتاعتنا، وفضل يعني فضل يجيله في المنام كذا يوم ورا بعض، وقال له انا يعني بوكلك ان انت تعمل عليا مقام في القبر بتاعي في المكان اللي انت هتلاقي عنده ديك. فالراجل ده فضل ماشي في البلد، واول ديك هو لقاه تقريبا في المكان ده. بعد كده بدأ يتكلم يعني مع الناس في الموضوع ده، ان حصل حلم كذا كذا، والراجل ده طالب ان انا اقيم عليه مقام، وان كل سنة هتحصل العادة دي تقريبا يعني. كل الموضوع بقى انه طبعا بيجيبوا شيخ في السهرة، بيجي بقى الناس بقى بتاع الحلويات واللي انتوا شايفينه في كل الفيديو ده، وفي نهاية السهرة بيجي شيخ بقى بيفضل يمدح في النبي عليه الصلاة والسلام، وبيعملوا بقى مدائح كده نبوية. طبعا بقى انا عايزة اقول لكم ان كان زمان دي عبارة عن طقوس، احنا كنا اصلا بنعمل طبيخ كأنه زي موسم، زي مولد النبي، زي الموالد يعني زي العيد، او يعني عيد اضحى او حاجة زي كده، بيعملوا ترمس وبيعملوا طبيخ لحوم وحاجات كتيرة جدا، وبتبقى سهرة جميلة جدا. اهو ده المقام كده يا جماعة احنا جينا فيه. انا للامانه برضو جت صدفه اللي هو ما كنتش اصلا متوقعه ان انا ممكن اصور اي حاجه من جوه. هو عباره كده عن حاجه كده صغيره عليها تكعيبه كده مدوره من فوق. طبعا انا بشرح للي بره البلد او الناس اللي ممكن تشوف الفيديو من بره البلد، طبعا بتوع البلد كده كده فاهمين الدنيا. كنا زمان كنا بنروح نصلي الجمعه في الجامع، ونيجي ندخل المقام ده نلف كده حواليه شويه ونسقط فلوس في صندوق هما كده حاطينه، وكانوا بيبقوا عاملين رز بلبن، فكانوا بياكلوا الاطفال، اللي هو احنا كنا في يوم من الايام كنا بنروح ناكل رز بلبن وكنا بنروح. دلوقتي بقى طبعا اللي هو يا دوبك انا صورت، لاني طبعا مبقتش يعني الموضوع ده مبقاش فيه معتقدات في دماغنا اصلا، لما كبرنا ونضجنا بقى فهمنا ان الحاجات دي اصلا يعني فيها حرمانيات شويه. بس للامانه احنا رايحين مش عشان يعني احنا رايحين بس عشان نبسط الاطفال، نتمرجح، نشوف بس الاجواء بتاعه الناس. كان في ناس كتيره جدا جدا وجايين من ضواحينا، يعني من بلاد حوالينا كتير، حرفيا يعني مش قادره اوصف لكم. كان في ناس كتيره جدا فرحانه، والناس ماشيه بتهني بعضها وبتقول لهم كل سنه وانتم طيبين. انا بصراحه والله للامانه زي ما قلت لكم انا مش مقتنعه بالموضوع، بس كل مرواحي يعني، او انا رايحه بس علشان ان انا امرجح اولادي وابسطهم بس بالحاجات اللي احنا شايفينها مش اكتر يعني. زي ما كده شايفين بقى بدأنا بقى مراحل كده، ايس كريم، غزل البنات، الحمص والحاجات المقرمشات والحاجات اللي هو يعني جبنا كل ما يلذ وطاب في الليلة الجميلة دي. الناس بقى كلها بتبقى جايبة بقى حاجات تقعد عليها كده فرش. عايزة اقول لكم ان كان في كمان في تصوير كده لقطة في الفيديو، شايفين جايبين ترمس شاي، جايبين الترمس اللي اتعمل، جايبين لب، جايبين بصوا حاجات سهرة بقى، سهرة صباحي كده بيفضلوا لحد الفجر. الناس كلها اصلا كانت مفتقدة الجو ده من السنين. عادوا الموضوع ده تاني، واللي احنا شايفينه ان هما بيقولوا ان كل سنة تقريبا هيتعاد الموضوع بعد كده. ف يمكن هنا وريتكم الليلة بتاعتنا واليوم بتاعنا كان ازاي. يا رب الفيديو بقى كان يكون خفيف عليكم، ومع السلامة.